الزمالك بيشرف الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية، الممثل المصري الوحيد اللي موجود في البطولات الأفريقية في هذا الموسم بعد الانتصار على نادي شباب بلوزداد ذهابا في ملعبه في وسط جماهيره. الزمالك قدر يطلع من المباراة بالأهم والمهم واللي هو عايزه، انتصار خارج الديار. الزمالك بيضع قدما ونصف القدم في نهائي بطولة الكونفدرالية. شباب بلوزداد بالنسبة للزمالك في مباراة العودة إن شاء الله هيكون في المتناول، والزمالك على أرضه ووسط جماهيره بيبقى شكله مختلف. النهارده لازم نقول كلمة السر في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. الفيدا النهارده اللي قدر يجيب هدف عالمي من اسيست عالمي لأحمد فتوح، اللي كل يوم عن التاني أحمد فتوح بيبدع في نص الملعب في مكانه الجديد وبيعمل لمسات عالمية. لكن الفيدا لما بيظهر الزمالك كله بيظهر. قدر يخلص المباراة في الدقيقة 28 في الشوط الأول، رغم الزمالك كان محظوظ في الشوط الثاني. شباب بلوزداد ضغط على الزمالك وأضاع أكثر من فرصة. يكفي إن أنا أقول لك كورتين القدر وداهم العارضة. كمان في كورة ألغاها الفار. لازم نشيد بتألق المهدي سليمان اللي أنقذ انفراد كان ممكن يغير نتيجة المباراة. محمد شحاتة النهارده ونزوله في نص الملعب أضاف كتير لنادي الزمالك من حيث الصلابة في نص الملعب. والزمالك بقاله فترة كبيرة قوي تكتيكيا بيأدي اللي عليه في الدفاع. الزمالك بدفاعه صلب. لازم نشيد برضه بمعتمد جمال اللي عمال بيعمل أرقام قياسية مع نادي الزمالك. خلاص متصدر الدوري، يعتبر وصل لنهائي الكونفدرالية. لكن النهارده يلام على الزمالك الهجوم عدي الدباغ أو ناصر منسي. النهارده ما شفنا لهمش شيء يذكر في المباراة. لكن من حق جماهير الزمالك تفرح بفريقها. الزمالك يعتبر في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. لقاء العودة أمام بلوزداد هيبقى الجمعة القادمة. هل الزمالك هيتحمل ضغط المباريات بعد الاستراحة أو بعد فترة التوقف؟ هل الزمالك هياخد الكونفدرالية ولا لا؟ عايز أسمع رأيك في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وشير ومتابعة. في الكرة مع محترم مفيش حاجة أكتر.